والله اخواتنا الصيادلة شافوا كتير وقليل من الحاجات دي. يعني الناس بتحفظ الأدوية يعني بشكل العلبة اللي هو أصلا ممكن يتغير بعد شوية. يعني في أدوية شكلها بالكامل يتغير، وبنشوف ساعات عيانين بيجي يتخانق معايا أو يتخانق مع الصيدلي، ده الصيدلي ده بديل، ده الدواء ده مش هو، ونلاقي في الآخر نفس الدواء بنفس الشركة بنفس المكونات، بس الشركة لسبب ما قررت تغير شكل العلبة. فالعيان بيحفظ العلبة، بيحفظ الدواء بعلبته وبيرتبط عاطفيا بالدواء بعلبته، ممكن ميبقاش فاكر اسم الدواء. وده اللي احنا شفناه مثلا في فيديو سابق على القناة هنا، الفيديو بتاع الدواء اللي عليه الفضائي والدواء اللي عليه الكائن الفضائي أبو عين واحدة اللي هو نيوروتون والحاجات دي، أو الملجا نفس الفكرة يعني. هنا واحد كاتب بيقول له لو سمحت عايزة، أو واحدة كاتبة بتقول له لو سمحت عايزة علبة مسكن مرسوم عليها واحد بيقلد احتفال بيلينجهام. مبدئيا كده هي خطها حلو يعني، فده واضح إن هي متعلمة تعليم كويس. الحاجة التانية إن أنا مش عارف مين هو بيلينجهام ده، لكن مع البحث والتدقيق اكتشفنا إنه قصدها على الكتافاست. فيبدو إن الراجل اللي في الصورة ده اللي مرسوم في الكتافاست هو اللي بيقلد بيلينجهام اللي أنا معرفوش هو مين.